النهارده هنعمل مع بعض احلى اكله سودانيه. في كتير منكم هيقول لي دي اكله مصريه، بس انا هقول لكم السر اللي بيخلي الاكله دي سودانيه. لو عجبك الفيديو لايك وشير، ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا حبيتين من البتنجان وحبه واحده من الكوسه، قطعتهم حطيتهم في ميه وملح عشان البتنجان بتاعي وانا بشوحه ما ياخدش زيت كتير. وانا هنا ما بستعملش زيت، انا بحمر البتنجان بديله لون بس مش بقليه. طاسة على النار مع معلقتين زيت، مجرد ما الزيت يسخن جدا انزل بالبتنجان واقلبه فوق الكوسة ان هو ياخد كلر بس نفس الشكل. مجرد ما ياخد اللون الجميل ده ارفعه من على النار، وفي نفس الطاسة انزل ببصلاية 2 فص من الثوم، مجرد ما الثوم يطلع ريحة كده انزل بمكعبات الطماطم وعليها معلقتين معجون طماطم. البهارات بتاعتي كمون وكزبرة وبابريكا. وهنا اللي بيميز الاكله دي وبيخليها اكله سودانيه زبده الفول السوداني اللي بتنقل الاكله دي في مكان تاني. طعمها بيكون بصراحه جميل جدا، جربوها هتدعوني. وحطيت الفلفل الالوان بتاعي وقلبتهم مع بعض، ونزلت بالبتنجان بتاعي اللي انا كنت مشوحاه خلاص كده، وسبتهم على نار هاديه شويه، وظبطت الملح بتاعي. وده كان الشكل النهائي لها، ما شاء الله كان طعمها جميل جدا. وادي الاكله السودانيه اللي بيميزها الفول السوداني. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، واتمنى ان الاكله تعجبكم، وبالف هنا على قلبكم. اول مره تشوفني انا صفحه اكل بيتي.